بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدي وحبيبي وشفيعي محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع أحمد اللفندي. الحقيقة بس عندي الفترة الأخيرة طبعا كل شوية بيطلع كلام على كهرباء كهرباء كهرباء، إيقاف كهرباء، غرامة كهرباء، كهرباء هيتحجز على حساباته، كهرباء يعني مش هيلاقي ياكل خلاص كده. قصة كبيرة قوي 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 عمالة تروح وتيجي على كهرباء، خصوصا كل ما يبقى كويس ويلعب يبدأوا يطلعوا عليه نغمة إن كهرباء هيتوقف. هقول لك القصة كاملة، ولكن في البداية انتشر لايك للفيديو، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش هنا بس الحقيقة عندي مع أحمد اللفندي على قناة باكورد، استمروا معانا وفعلوا الجرس. ايه الحكاية؟ ايه الحدوتة؟ محمود كهربا المدير المالي بتاع نادي الزمالك طلع وقال ان احنا هنحجز على ارصدة النادي اقصد هنحجز على ارصدة محمود عبد المنعم كهربا. والكلام ده غير قانوني بالمرة، لان انت عشان تعمل حاجة زي دي ده محتاجة قصة كبيرة جدا واسانيد غير قانونية اصلا مش موجودة يعني. لان هو اللاعب فيه غرامة هيدفعها وفي حيثيات للحكم اللي اتحكم عليه بيها. هو لما بيجيله حيثيات الحكم من حقه ان هو يقدم الطعن عليه، فبالتالي مفيش ايقاف لحد ما يبدأ الطعن، وبعد كده بعد ما بيستلم الحيثيات يبدأ الطعن عليه في المدة المحددة ليه. فالراجل عارف شغله كويس قوي، اللي هو المحامي بتاع كهربا أشرف عبد العزيز، محامي محترم. فبالتالي الفترة اللي جاية أعتقد مش هيبقى فيها إيقاف لكهربا، هو كده كده هيدفع الغرامة، ولكن في الوقت المحدد والمناسب اللي هم شايفينه. دي كانت بس تفاصيل كهربا، واللاعب مستمر لحد اللحظة اللي احنا فيها دي، ولو في جديد ان شاء الله هقول لكم عليه. بس تابعوني في الفترة اللي جاية. تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد دايما. ما تنسوش اشتراك، لايك، شير في كل مكان. تحياتي ليكم في رعاية الله. سلام.